السلام عليكم. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا سموحة المستأسد اللي مموت نفسه. بالله عليكم سموحة ده لو بيلعب باللعب اللي لعبه قدام الزمالك، هل كان هيبقى ترتيبه السابع كده في البدروم؟ اكيد لا. على الاقل كان هيبقى بعدينا على طول، وبعديه بيراميدز، وبعديه بتوع المركز الثالث يبقوا مركز رابع. ايه يا ابني اللعب اللي بتعملوه ده؟ ايه اللي بتموتوا نفسكم كده ليه قدام الزمالك؟ هو الزمالك عامل لكم ايه؟ ولا هل كان في مكافآت جايه لكم؟ ولا هل ايه يعني ايه السر ان يخلي حارس المرمى، معرفش اسمه بهلول ولا ميهوب، يسيب الجول بتاعه ويطلع قدام علشان خاطر يحط جول؟ انت عاوز تحط جول يا ابني في الزمالك؟ ايه؟ طب حتى لو كنت حطيت جول كنت هتاخد ايه؟ انت مركز سابع تحت في البدروم، يعني مالكش اي قيمه في الدوري. انت تحصيل حاصل، يعني ماتشك النهارده تحصيل حاصل. الزمالك بيجمع نقاط وانت جيت في الوسط. هل كان في مكافآت هتجيلك من بره؟ الله اعلم. اصل برضه سمعنا على انبي ان كان واخد مكافآت من الزمالك، عشان كده موت نفسه قدام الزمالك وجيت غلب من الاهلي. زي ما قلت لكم انبي هيفوت للاهلي، وهفوت للاهلي بالثلاثه. اداله اهداف ورفع من معنويات لعيبته، بس ايه الفايده؟ ملهاش اي فايده. افرح اعمل، لكن الزمالك هو اللي راكب وهو اول الدوري، وباقي لنا نقطه ان شاء الله ونفوز بالدوري يا جمهور اكبر قلعه رياضيه في مصر.